يلا بينا نعمل البفتيك الكداب ونشوف هنعمل ايه. بنص كيلو من اللحمة المفرومة هنعمل 18 قطعة بفتيك. هما بيقولوا عليه ان هو كداب. تعالوا نشوفوا البفتيك الكداب وبكل تفاصيله وتكاته وحركاته. هنشوف هنعمل ايه. هو طلع بجد وصفة حلوة قوي، واللي اخترع البفتيك الكداب ده اي شيف بقى، لاني طبعا كانوا ما شاء الله شيفات ياما اللي عاملينه، فليكوا كلكم الشكر. وعن تجربة فعلا طلع حلو قوي قوي وتعالوا نكمل ونشوف هيطلع لنا من النص كيلو لحمة المفرومة كام قطعة. تعالوا بس الأول نشوف احنا هنعمل ايه. معانا نص لحمة مفروم، معانا بقسماط، معانا دقيق، ومعانا بيضتين. تعالوا كمان نشوف البهارات بتاعتنا ايه. البهارات: نص معلقة كاري، فلفل اسود، ملح، ربع معلقة قرفة، ومعلقة بابريكا صغيرة. معانا البيضتين، هاخد بيضة واحدة بس على اللحمة، يعني هعمل بيها الغلاف مع البيض والبقسماط مع الدقيق والبقسماط. يلا كمان معانا نص معلقة بيكنج باودر، وبصلاية كبيرة بشراها ومصفياها من المية، او بصلتين صغيرين يعني حسب ما انت عايزة. عندك بصل بودر، توم بودر، لو تحبي تمام. انا بحب الحاجة فريش وتبقى الاصلي بتاعنا اللي احنا اتعودنا عليه. يلا بينا. هنا انا حطيت اللحمة وحطيت بيضة واحدة، وهنزل بالبيكنج باودر والبهارات بتاعتنا والبصل اللي انا مصفياه علشان مش عايزة اي سوائل فيها. هاخد معلقتين بقسماط على نص كيلو، معلقتين على ربع كيلو، يبقى معلقة بقسماط واحدة. هنا انا مش ضايفة حاجة كتير على اللحمة الا هي معلقة بقسماط. تمام كده، علشان انا مش عايزة اضيع طعم اللحمة في الوصفة. في ناس بتحطها في الكبة وتنعمها قوي، فانا لا، انا حبيت ان انا اعملها بايدي. انا عايزة احس ان هي اتبهرت ودخل فيها كل المكونات، وفي نفس الوقت طعم اللحمة لسه باين فيها واللحمة موجودة. يعني مش ناعمة قوي. هنا طبعا بصوا، بعد ما قلبتها كويس هجيب كيس تلاجة، هاخد قطعة بايدي كده اهو وهكورها وهحطها في الكيس من جوه. حابه تحطيها على الكيس من بره وتتني الكيس براحتك خالص، بس انا دخلتها من جوه وفردتها زي ما انتوا شايفين كده بايديا. يعني بتبقى خفيفه، ما تبقاش عاليه، لانك انتي هتعملي بوفتيك مش هتعملي برجر. تمام، شايفين؟ يلا بقى نكمل بقى اللي انا بعمله كله. طبعا النص كيلو هيعمل كام حته؟ هيعمل 18 حته. عايزاها كبيرة عن كده بتقللي، عايزاها أصغر من كده، دي حسب راحتك انتي، الحجم اللي يريحك. بس هي كده حلوة قوي، وصدقوني مع الغلاف بتاعها ما بتكشش ولا أي حاجة. زي ما انتوا شايفين اهي للمرة التانية، بس حبيت أوريكي. حطيت قطعة من اللحمة جوه الكيس ونزلت عليها أطبطبها. هخلص كميتي كلها وهتحطيها في التلاجة لمدة ساعة. لو انت هتعمليها في نفس اليوم يبقى هتسيبيها تتشمع ساعة، ساعة ونص، وبعد كده طلعيها واستعمليها. عايزة تشيليها في التلاجة لتاني يوم تمام. انا هنا كنت بعملها في نفس اليوم علشان هنتغدى منها. معانا البيضة، وهحط عليها ربع كوباية لبن وملح وفلفل. هنا بعد ما طلعتها من التلاجة ومسكت نفسها شوية، لاني انا ما سبتهاش كتير، انا سبتها ساعة بالظبط. ومعانا الدقيق والبقسماط. طبعا خطوة البفتيك الاول هتحطيه في الدقيق، وبعد كده هتحطيه في اللبن والبيض والبقسماط. معلش الجزئية دي ما كانش تصويرها حلو فانا شيلتها، بس طبعا انتوا شايفين وعارفين الخطوات خلاص. هنا حطيته في البقسماط وحطيته تاني. هحطه بقى في الكياس، لو انت مش هتقليه ويتبقى منك هتحطيه في الكيس وهتحطيه في الفريزر جاهز، ما تقلقيش، هتاكليه كله صحة وعافية يعني. بس النص كيلو عمل زي ما قلت لكم 18 قطعة. انا هنا موطية النار
مش عايزاها تبقى عالية علشان اللحمة من جوه تستوي، الغلاف ما يتحرقش منك، وفي نفس الوقت اللحمة تبقى من جوه مستوية. هنا طبعا بعد ما طلعت القطع دي من جوه اللحمة مستوية، والطعم والريحة ما شاء الله لا حلو جدا، وبتقدميه بقى مع بطاطس مكرونة زي ما انت عايزة قدميه. الوصفة طلعت حلوة وسهلة، وفعلا عن تجربة طلع البفتيك الكداب حلو مش كداب. طلع جميل. اتمنى طبعا ان الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير. سلام عليكم.